أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا المترو. المترو النهاردة هياخدنا لمحطة مهمة جدا، الثقافة والعلم. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ليتنا نقبل رأس العلم بدلا من إحراقه. مصر فين من الثقافة والعلم والفكر؟ هل أمة اقرأ لا تقرأ؟ مصر دولة ثقافة ولا دولة حضارة؟ القراءة في مصر هل بقت موضة؟ إحراق الكتب في مصر هل بقى ظاهرة مش هنقدر نتغلب عليها؟ هل أحرق الإرهاب الكتاب أم الكتاب أحرق الإرهاب؟ هيجاوبنا على الأسئلة دي النهاردة في نقاش مهم جدا. شاب مصري روائي وكاتب ومثقف بسيط جدا، لكنه مقدر لقيمة الثقافة وأهميتها بالنسبة لمصر. هيكون معانا النهارده بعد الفاصل الكاتب والروائي رمضان العشري، هيناقشنا في كل النقاط اللي كتير مننا مهمشينها وما نتكلمش عنها ومركزين بس على الجوانب الاقتصاديه والجانب الامني والاحوال الماديه، اما الجانب الثقافي اللي هو ممكن يودينا لاعلى القمم احنا مهمشينه جدا. فاصل وهيكون معانا ان شاء الله استاذ رمضان العشري، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وزي ما قال نيلسون مانديلا لا يوجد بلد يمكن أن يتطور حقا بدون أن يثقف مواطنيه. بنرحب بضيفنا العزيز أستاذ رمضان، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. أستاذ رمضان، مبدئيا المثقفون عليهم حمل تقيل جدا، عليهم أن يثبتوا مبرر لوجودهم. ده معناه إيه؟ وإزاي هيثبتوا المبرر ده؟ أولا المثقف له دور كبير في تنوير العقول وتوعية الشباب. المثقف لازم يكون دعامة من دعامات المجتمع، اللي هي بتكون واحد من الأعمدة اللي بترسخ الأخلاق وبترسخ قيم تربوية وبترسخ أمور مهمة في حياة المجتمع. خلينا نعرف ده هنطبقه على أرض الواقع إزاي؟ هنطبقه عن طريق الوسائل الإعلامية المتنوعة، سواء المقروءة أو المرئية أو المتنوعة، يعني الموجودة في أي مكان. فالقراءة يعني جزء مهم في حياة الأمم، وبدون القراءة يعني لا يمكن أن تكون هناك أمة متحضرة، ولا يمكن أن تكون هناك بلد تسعى إلى التحضر وتسعى إلى التمدن وإلى الرقي واللحاق بركب الأمم المتقدمة. طب لو انتقلنا من النقطة دي عشان نعرف مصر بلد ثقافة ولا بلد حضارة؟ مصر تجمع بين الاثنين. مصر بلد الحضارة صاحبة 7000 سنة، ضاربة الجذور في التاريخ الفرعوني. مصر بلد الثقافة، وهي التي يعني تأثر بها الغرب وأخذ عنها. مصر هي البلد التي كانت قبلة وكعبة للمؤرخين والكبراء من أمثال هيرودوت، والذي قال عنها أن مصر هبة النيل، ومصر لا شك هي جنة الأرض، وكما ذكرها الدكتور جمال حمدان وقال أن مصر قطعة من الجنة على الأرض. احنا عندنا حضارة، وعندنا حضارة 7000 سنة وفراعنة وكل ده، بس أنا أقصد يمكن المعنى الجوهري أو العميق للكلمة الثقافة اللي بتتبنى مفهوم الإنسان كفرد وإزاي بتأسس الإنسان ده، والحضارة اللي هو إزاي هتعايش. إزاي يعني لو جينا مثلا في كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، لما علي عزت عرف الحياة من مفهوم الثقافة أو الحضارة، عرف الحياة من مفهوم الثقافة ما معنى الحياة، ومفهوم الحضارة ازاي هعيشها. تمام. فمصر ده ولا ده؟ يعني هي الفكرة ان ممكن الحضارة في حد ذاتها تحتوي الثقافة. يعني الحضارة تحتوي الثقافة، والثقافة أكبر من أنها تكون شيء تقليدي أو شيء يمكن الحصول عليه بسهولة. يعني من تعريفات المثقف أنه هو إنسان متمرد على الواقع، إنسان لا يقبل الحلول التقليدية ولا يقبل أن يكون إنسانا عاديا، ولذا هو يسعى أن يكون المجتمع الذي يحيا فيه مجتمعا متقدما
مجتمعا يعني ليس به تلك النقائص التي نراها في مجتمعنا المصري الآن، والتي بدت ظاهرة في الشارع المصري من سلوكيات مرفوضة سواء في المترو أو في المواصلات العامة أو في أي مكان من الأماكن. يعني احنا لو التمسنا نقطة التمرد في الشارع المصري، معنى كده ان الشعب المصري مثقف؟ لا أقصد بالتمرد التمرد على الأوضاع السلبية، التمرد على الأوضاع السلبية. يعني الإنسان لما يكون في حالة كسل، لما يتمرد على الكسل هيقدر يخرج من حالة الكسل ويقدر يحاول يجد حلول لمشاكله الشخصية، ويحاول يساهم بدور كبير في أي مجال من مجالات اللي هي بتنهض بالبلد. طب في ظل كل التوجهات أو الاتجاهات اللي رايحة لجانب الاقتصاد والجوانب المالية والأمنية وكل ده، هل الثقافة والعلم أولا أم الحالة الاقتصادية؟ الثقافة يعني في ارتباط وثيق بين الثقافة والاقتصاد. يعني لولا الثقافة ما كان الاقتصاد، ولولا الاقتصاد ما كانت الثقافة. يعني الاقتصاد هو الذي يبني حضارة بجوار الثقافة. يعني لو كان هناك اقتصاد وليست هناك ثقافة، يعني لا شك أن هناك دمار، ولا شك أن هناك حضارة ليست حضارة مبنية على الخلق، وليست مبنية على الأخلاقيات والمبادئ التي يتعارف عليها بني البشر. يعني نقدر نقول أن الثقافة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة؟ في اعتبارات كتير، يعني في اعتبارات كتير عشان لازم تكون الثقافة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وإن كان في مساحة كبيرة بين الثقافة والاقتصاد، لأن رجال الاقتصاد بيشوفوا إن الاقتصاد يختصر في المال ويختصر في اقتصاديات الدول القائمة على الاستثمارات، والقائمة على المواد الربحية أو الأمور الربحية. والأمور الربحية دي من الممكن أن تكون بعيدة كل البعد عن الثقافة، وبالتالي لابد أن تكون الثقافة وثيقة الصلة بالاقتصاد في حالة وجود رجال فكر يقومون بالحكم في البلاد. واحنا عندنا رجال فكر في الحكم؟ مش رجال فكر في الحكم، هو ممكن يكون قائد محنك وبصير، ولكنه يعني لا يملك قدرا كبيرا من الثقافة، ولكنه يعني على دراية كبيرة بالجانب القيادي الذي يتولاه. طب هو ايه الفرق بين ان انا يكون عندي حاكم مثقف جدا وبيقرأ ومطلع جدا، على عكس مثلا يكون حاكم مش مهتم بجانب الثقافة قد ما هو مهتم بالجانب الأمني والاقتصادي والعسكري أكتر؟ أنا من وجهة نظري الحاكم المثقف، الحاكم الفيلسوف، بإمكانه أن ينهض بأي بلد، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن يكون هناك حاكم يتمتع بكاريزما قيادية، يتمتع بكاريزما من الممكن أن تكون هذه الكاريزما مؤثرة في الشعوب، من الممكن أن تكون هذه الكاريزما لها دور كبير في تحقيق ما يسمى يعني بتحقيق جوانب تطور الخلاقة في المستقبل. طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية. أكيد حضرتك سمعت عن موقعة حرق الكتب في إحدى المدارس المصرية، واللي تمت تحت رعاية وكيل أول وزارة التربية والتعليم دكتور بثينة كشك، وكمان برفع الأعلام المصرية. في الحقيقة سمعت. للأسف المشكلة دي تؤرق كل مصري وتؤرق كل مثقف على وجه الخصوص، ولازم وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم تأخذ قرار حاسم في موضوع حرق الكتب، لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر. يعني لازم كان تبقى فيه نوع من التحدي لهذه الأفكار، وليست الطريقة التي اتبعتها تدل على تحضر أو تمدن، وإنما تدل على تخلف وتردي، وأنها لا تتمتع بقدر كبير من الثقافة التي تؤهلها لأن تتعامل مع الفكر بالفكر. فإذا تعاملنا مع الفكر بالفكر لا شك أننا سوف نرقى، أما إذا تعاملنا مع الفكر بالحرق فهذا ممنوع، والممنوع مرغوب. لو قلنا إن الكتب دي كانت بتحث على الإرهاب في ظل الحالة الصعبة الأمنية اللي احنا عايشين فيها، وإن ده ممكن لما الأولاد يقرأوه يبث فيهم روح الإرهاب أو العنف. بصي، الفكر زي ما قلت لك لا يواجه إلا بالفكر. لا يمكن أتصور أن كتب مثلا تضم بين دفتيها أفكار إرهابية، أفكار تخريبية، أفكار تدميرية.
اواجهها بالحرق، لازم اواجه الفكر ده بالفكره، عشان انت منعت عني حاجه فانا لازم اطلع عليها. فلما اطلع عليها انا بالعكس انا هتاثر بالافكار دي وهسير عليها. اما اذا انت قلت لي ان الافكار دي افكار باطله، افكار مرفوضه من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن ناحيه العرف والتقاليد، لا شك ان انا هقتنع، ولا شك ان انا مش هفكر ان انا اتعلم من الفكر ده او اقرب منه يعني. وانا كمان باكد على كلام حضرتك ان احنا لازم نقرا، لان الكتب اللي اتحرقت فيها اسماء الكتب لا تحث على الارهاب بالمره، بالعكس دي مناهضه ليه ومناهضه كمان لفكر جماعه الاخوان المسلمين لو كان التخوف برضو من النقطه دي. طيب خلينا بقى ننتقل لروايه حضرتك الجديده، ممكن نبذه صغيره للجمهور عنها؟ الاحوال اللي كانت قبل الثوره، ثوره 25 يناير، كانت احوال مؤسفه، احوال لا تبشر بتغير الاحوال الاقتصاديه والسياسيه او على كافه الاصعده. فبالتالي لم يجد سبيلا الا الهجره والسفر الى باريس، فيكتشف في باريس ان هناك جماعات تستقطب هذا الشاب الواعي المتفتح، ويكتشف في نهاية الأمر أن هذا الاستقطاب وراءه اليهود، وهذا الاستقطاب ليس الهدف منه إلا قتل الشباب المصري عن طريق أدوية تدخل إلى مصر. وهذا الشاب لا يعلم هذه الحقيقة إلا بعد أن يتورط فيها ويحاول أن يثبت الحقائق بالأوراق الرسمية، وأن يلجأ إلى المؤسسات والمحاكم الدولية حتى يعني يثبت إدانة تورط هؤلاء في إدانة في ضرر مصر يعني. طب تمام. طب الروايه دي اصدارها ان شاء الله هيكون امتى؟ قريب ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا في انتظار روايه حضرتك. وبكده اعزائي المشاهدين هنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وبنشكر ضيفنا العزيز استاذ رمضان العشري. ان شاء الله ولنا لقاءات اخرى بعد اصدار الروايه. وبكده اعزائي المشاهدين انتهينا في نهايه حلقتنا لاهميه القراءه واهميه الثقافه، ومصر دوله ثقافه ام حضاره. وفي النهايه انا بوجه رساله لكل المسؤولين: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فياريت كفايه جهل، ارحمونا شويه، احنا محتاجين نتنور فكريا. حرق الكتب دي كانت كارثه. ورسالتي لكل اسره: اقرأوا وازرعوا في ولادكم بذرة القراءة، خدوهم وروحوا معرض الكتاب، خدوهم وروحوا سور الأزبكية، لأن الجيل الجاي ده عايزينه غير جيل أوصافه غير نفس الأوصاف. إن شاف يوعى، وإن وعي ما يخاف. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.